تشكثر لكن وفيلاك سقيفة بشمس شماتك، وفيلاك تالي تهد علي جيشك، وفيلك عامل فيل نصا صار بي. طبتم وطاب مساءكم محبة المشاهدين، واهلا وسهلا بكم في برنامجكم برنامج دقائق فن، ومع مبدع آخر هو شاعر مبدع، الشاعر الغريب سجاد الغريب. شلونك سجادي؟ ان شاء الله بخير والنعم منك. الله يحفظك. مساء عليكم، مساء المودة عليكم. يسعدني انه اكون بيناتكم ويا احمد هذا البرنامج اللطيف اللي يعتمد على الفيسبوك. طبعا تعرف سيد الله وش اسمع يقول بخت بي هدل ثوبه ويلداه وتجاسم بالفقر وقتي، ويلداه حظي وألز منه ويلده فلا هد لما ينعدل بي. الله حبيبي. راح اسمعكم مقطوعه من قصيده جديده ان شاء الله راح تنزل. هاي بعد يعني حصري البرنامج ان شاء الله. حلو. بس ما حفظها كلها والله، انت هسه فاجئتني. اكو ورا سقوط النظام صدام حسين اكو عباره مكتوبه خلف احد السجون العراقيه. مكتوب عباره تقول: انا فتاة جامعيه دخلت السجن وخرجت كطفله لم اتعرف على والدها، وكانت وجوه الحياطين تعرفني، وسولة البيبان من يهتس طفل تفتح حضنها، تشرع الزنزانة بوجوه الضباع تاكل بطيحة وطنها، تشرع الزنزانة بوجوه الضباع تاكل بطيحة وطنها، وحللوا ماي القصص تنشف مذلة، وكان واهشهم عطش والغيرة بير، وشوفت ابراهيم كلفه، وقصة السجان يبست، وانثنم ثوب الحرير، باقوا من سنين وطفلة تعلمت ترسم وطنها بشف ملاعيب السجن، وغربوها بحجة البيبان تتبارى الدمم الى اخر القصيدة. خاف ما تحضرني. بعد قلبك ما شاء الله، بعد قلبك خالد مكاني. شكرا جزيلا لكم محبة المشاهدين.